ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده هنعمل مع بعض احلى واخف رقيش، ناعمه كده وهشه وبتدوب دوبان، مقرمشه كده من بره وخفيفه من جوه، وما شاء الله حاجه كده في منتهى الجمال. التسويه بتاعتها مظبوطه جدا والمقادير بتاعتنا مظبوطه باذن الله. متاكده ان انت اول ما تشوفيها هتقومي تجربيها ان شاء الله. وطبعا ده وقتها وقت الشتاء، محتاج شويه قراقيش كده وكوبايه شاي بلبن وحاجه كده في منتهى الجمال. فنسمي الله ونصلي على الرسول. لسه اول مره تتابعيني يا ريت ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناه. انا معايا هنا كيلو من الدقيق، هضيف عليه ربع معلقه صغيره من الملح. طبعا انت تقدري تعجني على ايدك او على في العجان اللي متوفر بالنسبه لك. انا بس بعجن هنا في العجان عشان اسهل بس سرعه العجن معاكم. انا هنا ضفت الدقيق بتاعي، هضيف عليه معلقه وربع من الخميره، ومعايا هنا 3 معالق كبار من السكر، ومعايا هنا معلقتين كبار من السمسم انا محمصاه. هقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضها. في الوقت ده انا هجهز الماده الدهنيه بتاعتي. الماده الدهنيه عباره عن كوبايتين. انا هنا عملت كوبايه وربع من السمنه والباقي زيت. عايزه تخليهم كوبايه سمنه وكوبايه زيت مفيش مشكله، عايزه تخليهم كوبايه ونص سمنه ونص زيت برضو اللي يعجبك. انا هنا استخدمت سمنه بلدي، تقدري تستخدمي سمنه خليط زي ما انت عايزه. طبعا انا استخدمت هنا كوبايه الشاي اللي موجوده في كل بيت عشان تقدري تعايري بيها الماده الدهنيه بتاعتك. يبقى الاجمالي بتاع الماده الدهنيه عباره عن كوبايتين. انت بقى براحتك، عايزه تخليهم إيه، كوبايه وكوبايه، كوبايه ونص وكوبايه اللي يعجبك. بس طبعا انا بفضل السمنه تكون اكتر شويه عشان بتدينا طعم وقوام حلو جدا للقراقيش بتاعتنا. انا في الوقت ده هبدا ابس الدقيق كده مع السمنه بحيث اخلي كده الدقيق بتاعي يتغلف كله بالماده الدهنيه بتاعتي. كده مفيش اي دقيق باين، بتاعي كله اتغلف بالسمنه والزيت بتاعي. في الوقت ده انا مجهزه كوبايه من الحليب الدافي. هنزل هنا بالسوائل بتاعتي بالتدريج لغايه ما اوصل لشكل العجينه اللي انا عاوزاه. طبعا كل دقيق بيختلف عن التاني. انا هنا الدقيق بتاعي خد معايا كوبايه ونص من السوائل، فانا هبدا انزل هنا بالتدريج لغايه ما اوصل كده لعجينه مش بتشقق، تكون طريه معايا، تتشكل كده معايا بكل سهوله، ما يكونش فيها اي تشققات. ده شكل العجينه اللي انا عايزه اوصل له، مفيش فيها اي تشققات، بتتشكل معايا بكل سهوله وطريه في منتهى الجمال. العجينه دي ما بيكونش فيها عرق زي بتاعه القرص او العيش الفينو. ده بيكون القوام اللي انا عايزه اوصله للعجينه بتاعتي. انا بسيبها بقى ترتاح حوالي كده ايه نص ساعه، من ربع لنص ساعه. انا مش هسيبها انها تخمر تخمير كامل. انا حبيت كده اوريكي شكل العجينه. هي بصي مفيش فيها عرق انها تشد معاكي. انا مش بسيبها تخمر تخمير كامل، لا، لان هي لسه تخمر تاني في الصاج. فيسيبها يا دوبك بس ترتاح كده بحيث ان هي تكون سهله معايا في التشكيل. انا بجيب بقى العجينه باخدها كده جنبي وابدا كده اخد قطعه بقطعه وابدا اشكلها. بمسك كده جزء من العجينه وادمجه وابدا الفه كده على شكل رول. العجينه طريه جدا وسهله تتشكل بكل سهوله، مش محتاجه نشابه، هي تتشكل بايدك على طول. يعني مفيش اسهل ولا احسن من كده. طبعا انت تقدري تتحكمي في السمك اللي انت عايزاه، عايزاه رفيعه عايزاه سميكه، ليك الحريه دي بحاجه براحتك انت. العجينه بتاعتك وتقدري تعملي فيها اللي انت عاوزاه. هنبدا بقى نقطع كده ونرص في الصاج. طبعا الصاج بتاعنا مش مدهون اي ماده دهنيه، لان القراقيش بتاعتنا فيها كميه ماده دهنيه كفيله ما تخليش اي حاجه تلزق في الصاج بتاعنا. طبعا طول ما انا شغاله انا مغطياها بكيس من بتاع التلاجة، وباخد جزء بجزء كده واشتغل. وصفه سهله كده وسريعه، وان شاء الله تعجبك وتقومي تجربيها على طول. ويا رب الفيديو كده يكون موضح كل التفاصيل. انا هنا بفرد بالطول وببدأ بقى ايه ابططها كده تبطيطه بسيطه زي ما احنا قلنا. عايزاه بقى طويله عايزاه قصيره، دي حاجه ترجع لك انتي.
في ناس بتحب ان هي ما تكونش لها قلب، في ناس بتبقى عايزاه مثلا سميكة شوية. اللي يريحك واللي انت بتفضليه في العجينة بتاعتك. ده شكل القراقيش. والله شكلها حلو جدا حتى قبل ما تستوى، يعني ما شاء الله شكلها جميل جدا. انا هخلص كل الكمية بتاعتي وارصها في الصاج واغطيها كده واسيبها تخمر. القراقيش بتاعتنا بتدخل على فرن متسخن على درجة حرارة 180. بس اهم حاجة يكون متسخن كويس جدا قبل ما تدخل الفرن. بدخلها في الرف الاوسط. اول ما تاخد لون كده من تحت بشغلها الشواية. انا كده بعد ما خلصت كل الكمية بتاعتي، عملت معايا الصاج الكبير وهنا صاج وسط ومعايا كمان صينية صغيرة. يعني هتطلع معاك كمية حلوة جدا. سيبها بقى ترتاح كده وتخمر وادخلها الفرن. هتطلع معايا بقى بالجمال والحلاوة دي، بجد ريحتها كانت خطيرة. التسوية بتاعتها مظبوطة جدا، والطعم بتاعها وريحتها في منتهى الجمال. هشة كده وخفيفة، والطعم خطير. طبعا القراقيش اول ما بتطلعيها من الفرن هتحسي ان هي طرية، لا انت تسيبيها كده بس على الرخامة تهدى من حرارة الفرن. هتقرمش معاكي وهتطلع معاكي بالجمال والحلاوة دي. يا رب الوصفة تكون سهلة، واشوفكم على خير في وصفة جديدة وبألف هنا مقدما للي هيجربها.